أحد أبرز الأخطاء أثناء التنفيذ اللي هو خطأ شائع جدا هو تحميل الدرج على البلوك مثل ما حنشوف بهذا الفيديو. راح أحكي شوية ملاحظات، شوية أمور كيف نحن لازم نفكر لنكتشف الغلط. أول شي خلوني نشوف كيف. أنا عندي هون جدار قص لهون فقط منصب، عندي نص الشاحن والميدة محمولين على البلوك. إذا شفنا هون شوفوا هون، هي الشاحن طالع لفوق شايفين، وهي الميل كله محمول على بلوك. طبعا البلوك ما فتحته لا أساس ولا أعمدة ولا أي شي. طيب بدنا نشوف، طيب هذا الدرج معناه شو محمل؟ يعني إذا الشاحط والميدة مالن محمل، ومن المستحيل مستحيل إنه، وهون طبعا عندي كمان نفس الشي. هاي عمود مو جدار، هذا عمود كمان. خلونا نشوفه مثل ما شايفين هون في عمود كمان ما له حامل شي من الدرج. طيب شو فائدة الجدار بهالحالة وشو فائدة العمود إذا ما لهم حاملين شي؟ طيب شلون ما لهم حاملين شي؟ طبعا مو حاملين شي. لأن من المستحيل إنه يكون طالع تشريك من قلب الجدار للشاحن، ما في تشريك، لأن تنفيذه جدا صعب وما حدا بيلجأ لهيك طريقة في التنفيذ، وخاصة إنه اللي عم يشتغل هيك شغل مستحيل إنه يتبع هيك طريقة. وبالتالي هذا الدرج صار محصور فقط حصر من هون بهذا الطرف ومن الطرف الثاني. لو في جدار نص مصيبة، كان حصروا جدار، يعني محصور حصر فقط. يعني يلي مخليه ثابت هو إنه محصور. طيب هل مبدأ الحصر فعال؟ لا، لأن مع الوقت حيصير تآكل على الاستخدام، ممكن يصير تآكل. لا، هي فكرة. كمان نحن البلوك ممكن يحمل عندي ميدة ميدتين، بس مو بناية كاملة اللي بدي أحملها على بلوك. تمام. وبالتالي الدرج كله محمل على جسر موجود هون فقط. هون نوعا ما حتى غير محصور، يعني أنا ماني شايفه محصور صراحة يعني هون. وبالتالي ممكن تلاقي الدرج عاش 5 سنين و10 سنين و15 سنة، بس ما له مثل الدرج اللي بيعيش 60 و70 و100 سنة. كمان هون شفت فكرة إنه كان عندي جسر، حبيت هيك صورتكم إياها تشوفوا طبيعة الشغل بهذا المشروع. في جسر هون ليكوا قد إيه صفي ضل منه عند وجود المنور. يعني عمليا الجزء الشغال من الجسر هو فقط هذا القسم. هذا كله صار على الفاضي وحامل أعصاب. انتبهوا كيف حامل أعصاب. آه للأسف هذا الشغل موجود، وللأسف ماشي. ماشي.